لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. لك ان تتخيل ان اول نتيجة يفوز بها النادي الاهلي ب4 اهداف الموسم ده في الدوري المصري الممتاز تكون قدام نادي الزمالك. مبروك فوز النادي الاهلي بالدوري ال43 في تاريخه، ومبروك فوز النادي الاهلي بالديربي رقم 126 ضمن دربيات الدوري الممتاز. قبل ما نبدأ تعالى اكلمك كده عن شوية ارقام تهمك وتهمني وتهم كل الاهلاوية. الاهلي والزمالك لعبوا 126 لقاء ما بينهم في الدوري الممتاز، 50 مباراة انتهت بالتعادل، 48 مباراة انتهت بفوز النادي الاهلي، و27 مباراة فوز لنادي الزمالك. لما تيجي تتكلم عن المباريات الرسمية على مستوى كل البطولات هتلاقيهم 225 مباراة ديربي، فاز الاهلي ب 98 مباراة وفاز الزمالك ب 51 مباراة، و76 مباراة انتهت بالتعادل. بتسجيل محمد شريف هدف في شباك نادي الزمالك بيعادل رقم محمد ابو تريكة ب7 اهداف، وبيكونوا اكتر لعيبه تسجيلا للاهداف في مباريات الديربي. وعلى الناحيه الثانيه شيكابالا اسطوره ديربي القاهره. شيكابالا هو اكتر لاعب خسر من النادي الاهلي مع نادي الزمالك ب 16 مباراه. وبعد الفوز النهارده على الزمالك بيكون مارسيل كولر تاني مدرب في تاريخ النادي الاهلي يفوز في مباراتين القمه، الدور الاول والدور الثاني، في موسم واحد من الدوري الممتاز، بعد كابتن حسام البدري موسم 2015 لما فاز على الزمالك في الدور الاول بهدفين مقابل لا شيء، وفاز عليهم برضه في الدور الثاني بهدفين مقابل لا شيء. مارسيل كولر بيكرر نفس الانجاز تاني، بيفوز على نادي الزمالك في الدور الاول ب3 اهداف وفي الدور الثاني ب4 اهداف. لما تيجي تتكلم على غيابات النادي الاهلي فتلاقيها كتير، وغيابات مهمه وغيابات مؤثره جدا. بعيد عن اكرم توفيق وكريم فؤاد للاصابه، عمرو السوليه غايب عن المباراه للاصابه، مروان عطيه بيغيب عن المباراه لوفاه والده صباح يوم المباراه. الله يرحم والدك يا مروان ويغفر له وربنا يصبرك. لعيب مهم جدا طبعا في تشكيله النادي الاهلي، وبالتاكيد غيابه كان مؤثر على النادي الاهلي، مع ان مروان كان عايز يرجع ويلعب المباراه بعد تشييع الجنازه، ولكن اداره النادي الاهلي رفضت الموقف ده. اليو ديانج اللي كان موقوف من الفيفا بسبب عدم دفع مستحقات الوكيل بتاعه، ولكن قبل الماتش ب3 ايام ديانج دفع الفلوس بتاعه الوكيل بتاعه، ولكن ما جاش خطاب برفع الايقاف، ولكن كولر قرر انه يدخل ديانج في قائمه المباراه عشان ممكن في اي وقت الايقاف يترفع وهيبقى ليه فرصه ان هو يشارك. وفعلا هو ده اللي حصل. كولر نزل بخطه 4-2-3-1، محمد الشناوي في حراسه المرمى، عبد المنعم وياسر ابراهيم قلب دفاع، الباك اليمين محمد هاني والباك الشمال علي معلول، 3 في نص الملعب اليو ديانج ومحمد فخري ومحمد مجدي قفشه، قدامهم 3 ناحيه اليمين بيرسي تاو، ناحيه الشمال حسين الشحات، وراس حربه محمود عبد المنعم كهربا. التعقيب الوحيد على خطه كولر هو ليه محمد فخري بيشارك في ماتش زي ده. محمد فخري حرفيا كان بيهمد اي هجمه سريعه للنادي الاهلي، اي هجمه مرتده للنادي الاهلي، بنكون رايحين على مرمى نادي الزمالك بسرعه، محمد فخري بياخد الكوره بيقف بيلف يرجعها للدفاع. ليه تنزل محمد فخري وانت عندك واحد اسمه القندوسي؟ وانا بصراحه بدات احس ان في مشكله بين مارسيل كولر وبين القندوسي. مش عايز تنزل القندوسي بلاش تنزله. كنت بدات باحمد عبد القادر في الجناح الشمال وتلاعب حسين الشحات في نص الملعب، وكان ممكن تنزل خالد عبد الفتاح في الباك اليمين وتلعب بمحمد هاني في نص الملعب. اعتقد ان كل دي حلول هتبقى افضل من انك تلعب بمحمد فخري. على الناحيه الثانيه الراجل اللي ساعدنا كتير جدا في مباراه النهارده وهو اخوان كارلوس اوسيريو، نزل بخطه 4-2-3-1 ولكن هو هبد في الخطه كتير. صبحي في حراسه المرمى، 2 قلب دفاع محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد، الباك اليمين حمزه المسلوسي والباك الشمال حاتم سكر، 2 في نص الملعب فتوح وزيزو، قدامهم ناحيه اليمين شيكابالا، ناحيه الشمال سيد نيمار، وفي النص ابراهيم انداي، وراس حربه سيف الدين الجزيري. طب هو في حد عاقل يلعب بزيزو وفتوح في نص الملعب، وفي حد عاقل يلعب بشيكابالا في الجناح الشمال على حساب زيزو؟ بس اقول لك على حاجه، شيكابالا لو كان لعب الماتش ده كان هيفرق كتير في مستوى نادي الزمالك وفي الاداء بتاعه. حرفيا شيكابالا لو كان لعب الماتش ده كان هيسبب خطوره كبيره جدا على مرمى الشناوي. بدا الماتش عزيز الاهلاوي في الدقيقه 21 ثانيه حسين الشحات بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي، الهدف اللي مفيش حد شافه. حسين الشحات موجود مكانه عادي جدا في الجناح الشمال، بيلاقي حسام عبد المجيد بيعمل اسيست رائع جدا، بيجري حسين الشحات ياخد الكوره ويروح بيها ناحيه اليمين ويسجلها في مرمى صبحي. عايز اقول لك ان الكوره دي لو جت لحسين الشحات اكتر من 100 مره ما اعتقدش ان هو هيسجلها جول. في الدقيقه الرابعه من الشوط الاول محمد مجدي قفشه اللي كان متالق في مباراه النهارده بيعمل واحده ار2 ولكن بتيجي في العارضه. كل اللي بيحصل ده ومحمد صبحي يكتفي بالمشاهده
فقط. في الدقيقه 36 حسين الشحات بيسجل تاني اهدافه وتاني اهداف النادي الاهلي في مرمى الزمالك، وصبحي بدا يلطم. في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع للشوط الاول علي معلول بيسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي، وبينتهي الشوط الاول على كده بتقدم النادي الاهلي على نادي الزمالك بثلاث اهداف مقابل لا شيء. ولو ان كان عندنا فرصه ان احنا نزود اهداف كتيره قوي، لكن واضح جدا من لاعيبه النادي الاهلي ان هم واخدين تعليمات من مارسيل كولر ان هم يهدوا اللعب في الملعب. بدا الشوط الثاني واخوان كارلوس اوسيريو عمل شويه تغييرات غيرت في شكل نادي الزمالك وغيرت من اداء نادي الزمالك للاحسن. الزمالك بدا يمسك كوره، بدا يعمل هجمات على النادي الاهلي، وبدا يكون في خطوره على مرمى الشناوي. الدقيقه 64 بيطلع كهربا وبينزل مكانه محمد شريف، وبيطلع محمد فخري وبينزل مكانه احمد نبيل كوكا. وبرضه مش فاهم ايه مشكله القندوسي مع مارسيل كولر. الدقيقه 65 انذار لياسر ابراهيم، الدقيقه 68 انذار لعبد المنعم، الدقيقه 71 انذار لمحمد هاني. بصراحه مش فاهم فيه ايه. المهم ان في الدقيقه 68 ركله جزاء لنادي الزمالك، خطا من اليو ديانج، بصراحه ما كانتش مستاهله الزقه دي خالص لان الكوره كانت بعيده عن زيزو وكانت مع اليو ديانج. انا عارف ان الزقه بسيطه جدا ولا ترتقي ان هي تكون ضربه جزاء، ولكن زيزو عرف يلبسها للحكم، ولو جيت تبص لها من اي زاويه ومن اي ناحيه هتلاقيها فعلا ركله جزاء. وبيسجل زيزو الهدف الاول لنادي الزمالك من ركله جزاء، وتصبح النتيجه 3 اهداف للنادي الاهلي مقابل هدف لنادي الزمالك. بعديها كولر عمل شويه تغييرات حسيت بصراحه كده ان هي فيها تأليف شويه او فيها بيع للمباراه. بيخرج حسين الشحات وبينزل مكانه طاهر محمد طاهر، ودي حرفيا كارثه في الماتش. حرفيا مارسيل كولر بالتغيير ده بيعمل كارثه كرويه. وبيطلع بيرسي تاو وبينزل مكانه محمد كريستو. الدقيقه 81 بيطلع محمد مجدي قفشه وبينزل مكانه رامي ربيعه، عشان في الدقيقه 85 زيزو بيشوط كوره حلوه قوي ولكن بتخبط في القائم اليمين لمحمد الشناوي. وفي الدقيقه 86 كوره من ابراهيم نداي تخبط في العارضه والشناوي طلعها. وفي الدقيقه 94 محمد شريف بيسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي. والله زي ما بقول لك كده. وعلى فكره انا كنت عارف ان ده هيحصل وقلتها لك قبل كده عشان بس ما تستغربش. مع محمد شريف فانا عايز اقول لك كفايه كده بالله عليك، ولا اقول لك خليك عشان في قريب ماتش قدام الزمالك وانت بتفوق في ماتشات الزمالك بس بجد بجد كفايه. وبينتهي ديربي القاهره عزيز الاهلاوي بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك ب4 اهداف مقابل هدف، وبيكون ده اول فوز للنادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز الموسم ده بنتيجه ال4 اهداف. ترتيب جدول الدوري المصري: الاهلي في المركز الاول ب 78 نقطه من 30 مباراه، الاهرام في المركز الثاني ب 67 نقطه من 32 مباراه، الزمالك في المركز الثالث ب 59 نقطه من 33 مباراه، فيوتشر في المركز الرابع ب 58 نقطة من 33 مباراة. وبكده رسميا عزيز الأهلاوي النادي الأهلي ونادي الأهرام رسميا بيشاركوا في دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي، ونادي الزمالك ونادي فيوتشر بيشاركوا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم اللي جاي. بعض اللقطات اللي حصلت في مباراة النهاردة كان لازم نتكلم عليها شوية. في نهاية المباراة أوسيريو راح لمحمد عبد المنعم وكان بيزعق له، وواضح إن هو بيلوم عليه في شيء كبير. ولما قعدنا ندور على ايه اللي حصل من محمد عبد المنعم عشان اوسيريو يعمل معاه اللقطه دي، لقينا ان محمد عبد المنعم عمل لقطه استعراضيه في قلب المباراه استفزت اوسيريو. وكمان خوان كارلوس اوسيريو اتكلم على اللقطه دي في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه، وقال ان في مباراه المقاولين ابراهيم نداي لما استعرض بالكوره في الملعب والماتش شغال، انا رحت بعد الماتش الكابتن شوقي غريب من نفسي واعتذرت له على اللقطه اللي حصلت. ده غير ان في المؤتمر الصحفي لما حطوا المايك بتاع قناه النادي الاهلي قدام خوان كارلوس اوسيريو قام مسك المايك ووداه بعيد عنه. الراجل ده شكله فهم دماغ جمهور الزمالك بسرعه وعرف ان هم بيحبوا اللقطه، وطبعا الزملكاويه كلهم شيروا اللقطه دي بعد الماتش وعملوها بطوله كبيره قوي، ونسيوا ان هم خسرانين ب4 اهداف مقابل هدف، واول فريق في الدوري الممتاز يخسر ب4 اهداف من النادي الاهلي الموسم ده. بس يلا مش مهم، خليهم يفرحوا باي هبل. اللقطه الثانيه شفنا محمد عبد المنعم بيزق احمد نبيل كوكا وبيزق محمد هاني وبيزق علي معلول
محلول وداخل طايح في الكل. بصراحه عزيز الاهلاوي ان دي مشكله كبيره جدا عند محمد عبد المنعم، ان هو ما بيتقبلش ان حد يعاتبه على اي حاجه هو عملها نهائي، بيعمل اي حاجه تيجي في دماغه حتى لو ممكن تكلف النادي الاهلي كتير. لو حد من زمايله اللي اقدم منه في الفريق بيكلمه او بيعاتبه تلاقيه بيتخانق معاه وبيشد معاه في الكلام. دي حاجه طبعا غلط جدا في لاعب كبير زي محمد عبد المنعم بيلعب في فريق كبير جدا زي فريق النادي الاهلي. لازم تهدى شويه وتتمالك اعصابك وتتقبل العتاب من زمايلك. لقطه الشناوي مع زيزو بعد نهايه المباراه بصراحه لقطه محترمه جدا ما تطلعش من لاعب كبير ولاعب محترم زي محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي. محمد الشناوي بعد نهايه المباراه راح لزيزو وحضنه وباسه من راسه وقال له معلش، وكان بيحاول يهديه ويواسيه بعد خسارته المباراه. هي دي الروح الرياضيه اللي احنا بنتمناها في كل الماتشات، مش بس ماتش اهلي وزمالك. اللقطه الاخيره وبصراحه هي لقطه ابهرتني جدا من فتوح لاعب نادي الزمالك بعد تصدي محمد الشناوي لكوره ابراهيم نداي اللي جت في العارضه. تلاحظ فتوح بيسقف لمحمد الشناوي وبيشجعه على اللي عمله. اللقطه الثانيه فتوح بيسقف لمحمد شريف بعد تسجيله الهدف الرابع في مرمى نادي الزمالك. بصراحه مش فاهم فتوح يقصد ايه باللقطه دي، هل هو مبسوط للنادي الاهلي او بيشجع لعيبه النادي الاهلي، ولا هو مثلا مخنوق وقرفان من لعيبه نادي الزمالك فبيعمل لهم حركه استفزازيه؟ عموما يا عم فتوح ما تعملش كده تاني عشان كده الموضوع هينكشف. على فكره سمعت ان فتوح جاي له عرض من الدوري الدنماركي، فبصراحه بنتمنى له التوفيق. الدوري الدنماركي دوري كبير ودوري محترم وان شاء الله ينجح في مسيرته في الاحتراف. اما اخر الاخبار عن الانتقالات الصيفيه واخر العروض، الاهلي ينسحب رسميا من صفقه مصطفى فتحي، ده غير ان اللاعب بيفضل العوده لنادي الزمالك. ابراهيم عادل لاعب نادي الاسيوطي جاي له عروض حلوه جدا من الدوري الانجليزي بعد فوزه باحسن لاعب في بطوله افريقيا تحت ال 23 سنه. من ابرز الانديه اللي مقدمه عروض نادي نيوكاسل الانجليزي ونادي تشيلسي الانجليزي. كمان عزيز الاهلاوي بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي جاي له عرض حلو جدا وعرض مغري جدا من الدوري الانجليزي. زي ما قلت لك ان فتوح جاي له عرض من الدوري الدنماركي وزيزو جاي له عرض من الدوري التركي. انا بصراحه اتمنى ان زيزو وفتوح يوافقوا على عروض الاحتراف لانها تبقى حاجه كويسه جدا في مسيرتهم، وان شاء الله ربنا يوفقهم في مسيره الاحتراف. بس خلي بالك ان مش مصر بس اللي بتعمل كباري كتير، النادي الاهلي برضه بيعمل كباري وكباري كتير قوي وكباري بتوجع قوي. وبمناسبه موضوع الكباري فده بينقلنا الموضوع مهم جدا حابب اتكلم فيه معاكم في حلقه النهارده. بصراحه انا بعد ما شفت الصوره دي تاني وقعدت اتفرج عليها اكتر من مره اتاكدت ان امام عاشور اتزحلق بسبب سوء ارضيه الملعب. واحسن ما في الموضوع كله بقى ان جماهير نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك اخيرا اعترفوا ان النادي الاهلي عنده مبادئ وقيم. بعد ما كانوا بيقولوا ان الاهلي ما عندوش ولا مبادئ ولا قيم، بعد صفقه امام عاشور قعدوا يقولوا امال فين مبادئ الاهلي وفين قيم الاهلي. فده اعتراف رسمي وواضح وصريح من جمهور نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك ان النادي الاهلي عنده قيم ومبادئ. سريعا وباختصار هكلمك عن رايي في موضوع صفقه امام عاشور. انا رايي الشخصي ان ما ينفعش اي حد يغلط في النادي الاهلي ويغلط في رموز النادي الاهلي وبعد كده نشوفه بتشيرت النادي الاهلي. فلو امام عاشور ما جاش النادي الاهلي تمام كده انا ما عنديش اي مشكله خالص. طب لو امام عاشور خلاص وقع للنادي الاهلي بشكل رسمي وخلاص امام عاشور هيلبس تيشيرت النادي الاهلي، في الوقت ده انا مضطر اشجع النادي الاهلي وهشجع مجلس الاداره والجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي بما فيهم امام عاشور، لان هنا مجلس الاداره والجهاز الفني وكل من في النادي الاهلي بيعملوا لمصلحه النادي الاهلي. وزي ما احنا عارفين ان احنا ما بنشجعش اشخاص وما بنشجعش افراد، احنا بنشجع النادي الاهلي. الحاجه الثانيه هو عباره عن مثال عايز اقول لك عليه يمكن تفهم معايا الموضوع بمنظور تاني. اعتبر ان في اب عنده 11 ولد مربيهم على مبادئ وقيم واخلاق وعلى قواعد، واللي بيخالف القواعد دي بيطرده بره البيت نهائي، عشان ما ينفعش اكون مربيك على مبادئ وقواعد معينه وانت تيجي تخالف القواعد دي. المهم ان الراجل ده اللي مربي 11 لاعب عنده في كام لاعب من عنده خلفوا القواعد والمبادئ بتاعته قام فورا طردهم بره البيت. ولكن لما يكون في ولد متربي في بيئه سيئه وكل اللي حواليه مش كويسين وهو اصلا تربيته في المكان اللي هو فيه كده تربيته مش كويسه، الولد ده يا سيدي جه وغلط في الراجل اللي عنده 11 ولد محترمين ومتربيين، هل الراجل ده يقدر يمشي الولد اللي غلط فيه على قواعده وعلى تربيته؟
اكيد لا طبعا، لان مش هو اللي مربيه ومش هو اللي معلمه. بعد كده الولد ده لما شاف ال11 ولد بتوع الراجل التاني ناجحين وعندهم اخلاق وعندهم مبادئ وعندهم قيم، بدأ يعرف غلطه وبدأ يعتذر للراجل اللي هو غلط فيه ويقول له اعتبرني ابنك، انا عايز اتربى زي ولادك. وبالتالي الولد اللي غلط في الراجل ده جه واعتذر وتأسف له وقال له انا عايز اكون زي ولادك، والراجل ده فعلا قبله يكون واحد من ولاده. هي دي الحكاية من منظور تاني، ولو بصيت لها من الناحية دي هتلاقي ان الموضوع عادي جدا، وان محدش يقدر يكسر قيم ومبادئ وقواعد النادي الاهلي. احنا بنشجع النادي الاهلي، نادي القرن الافريقي واعظم نادي في الكون، وده شغل الاداره والجهاز الفني، هم ادرى بيه وهم ادرى بمصلحه النادي الاهلي. ما تحاولش تسمع اي كلام منهم عشان هم عايزين يقلبوا الجمهور على النادي الاهلي، عايزين يقلبوا الجمهور على الاداره عشان يحصل خلل في النادي الاهلي، لانهم حرفيا هيموتوا على امام عاشور. لو عايز ترد عليهم فاقول لهم ان امام عاشور غلط في النادي الاهلي وغلط في رموز النادي الاهلي، لانه كان متربي في بيئه قذره، وهي بيئه نادي الزمالك، وكل اللي حواليه كده وكل اللي حواليه زيه وكلهم عارفين بعض. حتى لما تيجي تشوف الصوره دي، الراجل ده لحد دلوقتي بيلعب داخل نادي الزمالك وجمهور الزمالك كله بيعشقوا ونفسهم يعملوا له تمثال، وده لانهم بيحبوا اللي بيهينهم. بس اهم حاجه ان اللي يهينهم يكون منهم متربي نفس تربيتهم، ما يكونش حد غريب. هو ده الفرق اللي بين جمهور النادي الاهلي وما بين جمهور نادي الزمالك. فانا جاي اقول لك شجع النادي الاهلي، لاننا بنشجع النادي الاهلي، ما بنشجعش اشخاص جوه النادي الاهلي. هي دي خلاصه قصه امام عاشور من وجهه نظري. مباراه الاهلي اللي جايه عزيزي الاهلاوي هتكون في الدوري المصري الممتاز قدام نادي المقاولين العرب، وده هيكون يوم الاحد 17 يوليو الساعه 7. وفي النهايه نحب نشكر اداره كوستا كافيه شبرا الخيمه، اجدع زملكاوي في الدنيا عم هيثم حسين على استضافته لينا، واخواتي وحبايبي الباشمهندس شريف عيد اللي دايما مجمعنا، الباشمهندس باسم علاء، باشمهندس نادر عبده، باشمهندس احمد جمال، اخويا سيد زهران، وحبيب قلبي البروفيسور احمد عبد الله، محمد صلاح كامبا، واحمد بيبو. اخواتي اللي بيتفرجوا معايا على الماتش وكان وشهم حلو على النادي الاهلي، دايما متجمعين في الخير باذن الله، وعلى حب النادي الاهلي اتجمعنا. وبكده عزيزي الاهلاوي بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي، فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع بنوب مفيد.